فتحتها. أوكي، هقرأ. هو تقريبا 57 عدد، مش هقرأ الأعداد كلها. وحدث بعد 2 من الزمان. يا ريت نقف كنا مع بعض. أن فرعون رأى حلما، وإذ هو واقف عند النهر وهو ذا 7 بقرات طالع من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعد في روضة. ثم هو ذا 7 بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات ال7 الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. في عدد 9: ثم كلم رئيس السقاط فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي. فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه. وكان هناك معنا غلام، خدوا بالكم، الإيش؟ غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه، فعبر لنا حلمين، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي، وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل في فرعون، فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما. الإيش؟ تسمع الحلم، هو بتسمع إنك تسمع أحلاما لتعبرها. نيجي في عدد 33: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ 5 غلة أرض مصر في 7 سني الشبع، فيجمعون جميع طعام السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سني الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. بنعرف إنه هذا الحكي كله كان بيحكي لمين؟ كان بيحكي لفرعون، وفرعون إنه أعجب بهذه الكلمات. شوفوا في عدد 47 بعد كل اللي حصل ده، وبعد إنه الرب أشبع الشعب، وبعد ما شاف كتير فرعون الأشياء اللي من خلال يوسف اللي حلم فيها أو اللي حكى فيها اتحققت. شوف بيقول في عدد 47: وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزم، فجمع كل عظام ال7 سنين التي كانت طعام. أنا قلت إيه؟ عظام، لا طعام. ال7 سنين التي كانت في أرض مصر. شوف في عدد 53: ثم كملت 7 سني الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان الجوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكانت فيها إيش؟ خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف. لمين هو؟ يذهبوا لمين؟ يروح ليوسف. والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، برغم كان الجوع الشديد، لكن مين اللي كان بيبيع هون؟ يوسف اللي كان بيبيع. واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. تفضلوا استريحوا. يا رب نشكرك، نباركك من أجل هذه الكلمات. نشكرك يا رب من أجل حياة يوسف. أعطينا أن نتعلم يا رب من كل رب كلمة. يا رب من فضلك افتح قلوبنا يا رب، نستقبل يا رب كل كلمة أنت بتكلمنا يا رب فيها. أعطي يا رب لأولادك يا رب في هذا المساء يا رب أن نفهم ما يقول الروح للكنائس. تغاضى عن كل جهل يا رب فينا
يا رب اكسر يا رب أي ضغط يا رب على هذا الوقت في اسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأنك أنت باركتنا يا رب في التسبيح، وأعلنت يا رب ذاتك وحضورك، ورأينا مجدك يا رب في وسطينا في هذا المساء، لأنك أنت ممجد، أنت إله عظيم جدا أيها السيد الرب. يا رب من فضلك كمل يا رب عملك ما ابتدأته يا رب فينا الآن في اسم الرب يسوع. بشكرك لأنك سمعت واستجبت لاسمك كل المجد. آمين. لما نقرأ حياة يوسف قد ايه بركة يوسف، ونشوف في رموز كثيرة بيرمز على المسيح، ورمز المسيح في شغلات كثيرة جدا. وإذا درسنا كل نقطة من حياة يوسف مقارنة مع السيد المسيح لكل المجد، إذا درسنا كل نقطة بنلاقي شغلات كثيرة قريبة من حياة مين؟ من حياة الرب يسوع المسيح. يوسف كان رجل، برغم ان هم قالوا عليه ان هو غلام، وبرغم ان هو طلع من بيت ابوه كان ايش؟ كان صبي، يعني كان صبي وبعدين كان غلام وبعدين انه صار ايه؟ صار انه راجل. لكن في المقاطع اللي احنا قريناها كان رجل ابن رجل، يعني مرات بنقول ايه؟ رجل ما جابتوش ايه؟ شاطرين انتوا في شغلات هاي، رجل ما جابتوش ولاده. وبالفعل حياة يوسف لما بندرسها قديش بنلاقي عمق روحي في لحياتنا، عمق روحي في دراسة. لما نتأمل في كل كلمة بنرى انه بنشوف قديش عاش حياته لما كان في بيت ابوه، وكان معزز ومكرم، وممكن يكون كان مدلل. بتعرفوا كم اخ كان ليوسف؟ حد بيعرف؟ 11 اخ، يعني هو كام؟ ال 12. فكانوا 12 ولد. فال 12 دول كانوا يعني الوحيد اللي كان مميز مين هو؟ والوحيد اللي كان مدلل، والوحيد اللي كان متدلع يوسف، اللي هو اللي كان متدلل ومتدلع وكان يعني إشي كتير كان رائع جدا. لكن في شغلة، التربية اللي كانت في البيت هي تربية حلوة، لكن كان يوسف كان في الرب كان مميزه عن اخواته، مش ان هو مفرقه عن اخواته، لكن كان ميزه من ناحيه ايه؟ من ناحيه المعاملات بين يوسف وبين مين؟ وبين الرب. لدرجه لما الحلم دوا ابوه عرف بالحلم. قال له يا ابني انت عايز يعني ايه؟ نيجي إيه؟ اخرتها نيجي احنا نسجد لك. لكن خدوا بالكم اللي حصل انه للاسف كمان انه يعقوب عمل إشي يعقوب، انه خلى اخواته ان هم يعملوا ايه؟ ينتقموا منه، مش حابين يوسف. طب انت معاك 11 ابن، وانت عندك الابن دوا اللي كان متدلع واللي كان مش عارف ايه، تعمل له كمان قميص ملون، لا بيروح يرعى ولا بيروح يشتغل وقاعد في البيت معاك، وتعمل له كمان قميص ملون. الموضوع مش موضوع قصة قميص، يعني ان هو كان دلوعة البيت في المكان دوا. فمين اللي كان متغاظ من الموضوع؟ اخواته كانوا متغاظين بسبب معاملة الاب مع ابنه يوسف. لكن اذا شفنا عن حياة يوسف، ولما نشوفنا انه قال له يعقوب قال له روح ودي اكل لاخواتك لانه ربما هم جعانين. فراح في صحراء بعيده. المهم لما شافوه قالوا اجل مدلل، اجل اللي احنا متضايقين منه، اجل اللي احنا متغاظين منه، تعالوا خلينا نمسكه ان احنا نقتله. لكن بنعرف كلنا القصه ايش اللي صار. مسكوه وحطوه في البير، واخذوا قميصه وحطوه فين؟ في الدم، وقالوا ده ابنك ايه؟ ده باختصار ابنك ان هو مات. لكن يوسف نشوف في رجولة في حياته الروحية، وليس في ميوعة، وليس في بنقول عليه غلام، مش عيل في الروح، مش عيل في الإيمان، لكن كان بطل في الإيمان. هو اتألم كتير جدا، اتألم لمدة 13 سنة، وكان عند أبوه في 17 سنة. يعني قديش كان في مجد؟ هو لمدة 80 سنة كان في مجد، أي 13 سنة و17 سنة، وكان في عز وبركة لمدة 97 سنة. لكن الألم اللي داقه يوسف كان لمدة كم سنة؟ 13 سنة. وهناك مؤمنين بيكونوا رجالا في الألم،
لكن انا لو انا الرب سمح لي بالالم، الرب سمح بالالم لمين؟ ليوسف، ولكن يوسف انتصر على هذا الالم. لكن في مؤمنين الرب بيسمح ليهم بالالم، ولكن بيقعوا في الطريق وهم ماشيين، وبيضلوا في العز وفي البركه. هو كان في العز وفي البركه مع بيت ابوه، هم بيقعوا في العز وفي البركه لما نكون احنا في بيت ابونا. لكن الرب عايزنا ان احنا ننتصر على الالم، ومرات الرب بيسمح لينا بالالم والتجارب في الحياه اللي احنا عايشين فيها، لكن علينا ان احنا نعرف انه بعد الالم في مجد، وبعد الصليب في ايه؟ في قيامه. لازم احنا نعرف ده، ولو احنا عرفنا انه هذا الشيء انه فعلا مش هنحس بالألم في حياتنا. عشان هيك أنا بقول لك افرح يا مؤمن، افرح يا ابن الرب، افرح يا اللي متدلع. أنا بقول لك أنت متدلع، أنت لأن الرب على منكبيه بيدلعك بيدللك، فأنت دلعت البابا. فلما تقول له يا رب طب أنا في ألم، أنا في تجارب، يقول لك معلش أنا اللي بدخلك في الألم وفي التجارب حتى ما تعرف، لأنه في مجد جايلك، في عز جايلك. عشان هيك في أمثال 30:7 في واحد اسمه أجور ابن مطقية قال إيه؟ 2 سألت منك. مزمور أمثال 30:7-9. فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. في شغلتين يعني اوعى تمنعهم عني قبل أن أموت. إيش هما الاثنين؟ ابعد عني الايه؟ الباطل والكذب. طيب، لا تعطي فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي. شايفين قديش هو طلب؟ ابعد عني الباطل والكذب. يا رب ابعد عني الشغله دي، انا مش عايز اكون كذاب، انا مش عايز اكون باطل، انا مش عايز اكون في الامور اللي بيحكيها عني في الامثال. لا تعطي فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي. يعني انا بيكفي انك انت بتطعمني هذا الخبز، انا بكفي انك انت بتشبعني يا رب. لكن ما اروع في حياه يوسف، كان في كل الظروف والتغييرات لنرى منه في امور خاصه جدا في حياه يوسف، جوانب رائعه جدا. في 5 جوانب بسرعه. اولا نرى في الاتضاع، رجوله في اتضاعه، كان متضع جدا. لما فرعون قعد يتكلم، لما عرف انه من خلال المساجين انه في واحد عبراني انه هو بيعمل كذا وكذا، وشاف الاحلام وفعلا الاحلام دي اتحققت بالفعل، فايش اللي صار؟ فرعون يشهد عنه وعن حكمته. فقال في تكوين 41 الايه اللي احنا قريناها، 41 عدد 15 بيقول انا سمعت عنك. يا سلام، ما احلى الكلمه دي، انا سمعت عنك. ايش اللي سمعته؟ انا سمعت انت شخص عظيم جدا، انا سمعت انك انت مستخدم، انا سمعت انك انت رائع جدا، انا سمعت عنك انك امور عظيمه الرب بيعملها عنك. يا ترى الكلمه دي لو انا سمعتها من شخص عظيم جدا، من شخصيه زي شخصيه فرعون، يا ترى لما انا اول ما اسمعها ايه اللي هيحصل ليا؟ كان ممكن يوسف في الوقت ده يتعظم ويرفع راسه لفوق ويتكبر على الكلمه اللي هو حكاها، وانا هعمل وانا هسوي. ابدا، يوسف ما عملش، كان متضع جدا، كان متضع. علشان هيك لازم لما احنا بنتضع قدام الرب بيعمل ايه؟ بيرفعك لفوق. ادعوني في وقت الضيق وينقذك فتمجدني. الرب عاوز يرفع فينا شغلات، في شغلات رب عايز يرفعنا فيها، رب عايز يعطينا فعلا فيها من مجده، يعطينا من لمساته لينا. لكن اهم شيء ان احنا نتواضع قدام الرب. التواضع مهم جدا يا شباب، يا احباء. انا بكلم نفسي وكخدام لينا، الخدام كل واحد باسمه، اتضعوا قدام الرب. اوعى ترتفع على اخوك، اوعى ترتفع على الخدمه اللي انت بتقوم فيها ابدا. قول له يا رب انا محتاج اتحط يا رب تحت ايدك يا رب. عايز يا رب اذا انت عملت هيك ولا هيك، ساعتها انت الرب واضعك تحت ايده، وهو مش هتقدر تتنفس ابدا. عارف ليه؟ لانك انت عايز تتكبر، لكن الرب واضع يده عليك، فانت دلوقتي متضع لانك انت اللي انت واضع حياتك كلها تحت ايدين الرب.
ايش ردة فعلك انت لما تسمع واحد عمال يمدح فيك؟ انا بسمع كتير كلام مدح، لكن بقول له يا رب انا عايز انكسر يا رب قدامك. النهارده الناس صدقوني، النهارده الناس بيرفعوك، النهارده الناس بيرفعوك، انت رائع، كلمتك رائع، رائع، خدمه ممسوحه. بكره هتلاقيهم كلموا عنك، تلاقيهم كلموا عنك. الشعب كان اللي كانوا مع الرب يسوع كانوا متعززين ومتكرمين ومتباركين وكل شيء، لكن لما جه ساعة الصليب ايش قالوا؟ اسلوبه. هذا هو الإنسان. لكن لما نيجي احنا قدام الرب باتضاع ليس بانتفاخ. حتى بيقول الكتاب انه العلم يعمل ايه؟ ينفخ. العلم ينفخ. خد بالك من الانتفاخ والتكبر. إذا تكبرت على عمل الله أو على الشيء اللي أنت بتعمله أو على الشيء الرب اللي استأمنك فيه، ساعتها هتقع وقعة كبيرة جدا. الرسول بولس قال له يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا بحمل أشياء كتيرة، أنا كتبت الرسائل وعملت وسويت، لكن في شغلة عايزك تنزعها مني. قال له إيش يا بولس؟ قال له في شوكة في الجسد. قال له أنا سمحت بالشوكة دي، أنا سمحت ليك بالشوكة لألا إيه؟ لألا إيش؟ تعمل إيه؟ تفرط في إيه؟ في الإعلانات. مالكم يا جماعة؟ مالكم؟ مش حافظين الآيات ولا إيه؟ أنا اللي سمحت بالشوكة دي. ومرات الرب بيسمح لينا بإشي حتى لا نرتفع على الرب ولا نتكبر على الرب. الاتضاع حلو جدا. عزية الملك الرب أنجحه في كل طرقه، الرب بارك والرب عمل إشي عظيم جدا معاه، والرب أنجحه في كل طريق كان بيذهب إليه. لكن عزية الملك إيش اللي عمل؟ إيش اللي هو عمله؟ إيش الخطية اللي هو عمله بعد النجاح وبعد إيش الرب اللي عمله مع عزية؟ لقيناه إنه هو وهو ماشي في الطريق اتكبر على ربنا. إيش اللي صار فيه هو؟ إنه هو اتشدد. لما شاف بيقول لك إيه؟ ولما تشدد. مين هو اللي تشدد؟ عزية. ارتفع قلبه لما تشدد. لما احنا بنتشدد، لما احنا اقول لكم بنشتهر، ايش اللي بيصير فينا؟ احنا ارتفع قلبه الى الهلاك. فعمل ايه؟ فخان الرب الهه. يبقى لابد من الاتضاع. نبوخذ نصر اتكبر على الرب. وايش اللي صار؟ صار زي الحيوان يأكل. لكن بنشوف كمان في يوسف، شوفوا الاتضاع، نتعلم منه. لما بيقول أول كلمة قالها لما كان في بعد السجن، إيش اللي صار في تكوين؟ هي موجودة في تكوين 41:16 بيقول إيه؟ ليس لي. كان واحد غير يوسف يقول له ده انا عندي كل حاجه، ده انا ممكن اعطيك دلوقتي اعلان ما يخرش الميه، انا هديك حلم دلوقتي ما يخرش الميه. ممكن احنا نقول هيك، لكن يوسف ايش اللي برغم انه هو صاحب الاحلام وبرغم انه هو الرب مديله كلمه، لكن قال كلمه جميله جدا، ويا ريت ان احنا نتعلم الكلمه دي يا بهجت وانت ويوسف. ليس لي الله يجيب بسلامه فرعون. هللويا. ليس لي، مش لي أنا، ليس لي الله يجيب، يعني الله هو اللي بيجيب. كان ممكن يقول أنا اللي بجيب، أنا اللي بحكي. ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون. هللويا. هذا اللي احنا عايزينه. زمان أيضا أول ما السجن قال للمساجين إيش؟ قال برضو كلمة حلوة جدا. أليست لله، لما المساجين قعدوا يتكلموا معاه، أليست لله التعابير؟ قصوا علي. بس انت مرات الناس بيقولوا لنا انا حلمت حلم، تقدر تفسر لي الحلم؟ انا ما عنديش في تفسير الاحلام ولا عندي في الشغلات دي كلها، لكن ممكن الرب يتكلم على لسانك. ليس لي، الله هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيستجيب. الرب هو اللي بيكشف كل خبايا في القلب. 2. كانت لي شركة، رجولة في الشركة مع إلهه. شخص كان مهم جدا، شخص يوسف. حتى يعرف يوسف معناه إيه؟
يزيد، معناه يزيد. وكان في تزايد، حتى نشوف اولاده كيف انه هو سماهم، يعني كانه بطماع في حياته، عاوز اكتر واكتر. شخص يوسف كان مهم جدا نتعلم منه اشياء من خلال حياته. صدقوا لو مسكنا الكتاب المقدس وفصصنا الكلمه او حياه يوسف، كل كلمه بيتكلم فيها الكتاب المقدس هنخرج احنا باشياء رائعه لحياتنا احنا اللي احنا عايشينها. لكن بيقول انه كان ليه شركه، لم يهمل شركته مع الرب. مرات خدوا بالكم في نقطة مهمة، مرات إبليس بيملى يمنى بأشياء كثيرة جدا. بيملى يمنى. الست تلاقيها أول ما تقوم من النوم بتلاقيها بتلبس أولادها وروح المدارس. إذا كانت موظفة بتروح للمدرسة، بتروح للوظيفة. إذا كانت مش عارفة، وترجع الساعة مثلا 3 وبتيجي تعمل أكل. وكل اليوم بيكون إيه؟ فرق، بيكون مليان فل، مليان على الآخر. نفس الشيء الرجل. لكن مرات نحن كمان كخدام إبليس بيملأ أيامنا أو يومنا بالخدمات. عارف ليش؟ لأنه ما نجيش في وقت نقعد قدام الرب. إذا ملأ يومنا، خدوا بالكم، طب أنا بخدم الرب، ده أنا بعمل، ده أنا بسوي، ده أنا بروح هون وبروح زيارات وبروح مش عارف. طب كويس، حلو. هل أنت إلك قاعدة قدام الرب؟ هل أنت عندك وقت قدام الرب؟ لا، أنا ما عنديش وقت، يا دوبك أنا أقرأ كلمتين وأروح أخدم بيهم. لا، ما ينفعش. لازم أنا أعبي الأول ليا أنا الأول، وبعدين إيه؟ أطلع اللي جوايا. حتى لو أنت عندك، أقول لك المسحة مش هتكون عليك حتى لو انت عندك، لكن مسحة الرب بتكون عليك اكتر واكتر لما انا اقعد قدام الرب، لما انا اخد قدام الرب. اي نعم انا مجهز، لكن في جلوس قدام الرب. عشان هيك مريم ايش عملت؟ اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزل. لما احنا بنقعد قدام الرب ونشابه صورة الله، احنا كمان نعطي لمين؟ للناس. هل انا لي شركة مع الرب؟ كان لي شركة. نراه في السجن إن الرب كان مع يوسف. يا سلام، شركة حتى في السجن. نراه لما باعوه إخوته في البير، الرب كان معاه. بنشوفه كمان عند زوجة فوتيفار إن الرب كان إيه؟ كان معه. الرب كان معه بمعنى إنه الرب لم يتركه، فكان لي شركة عميقة جدا. 3، كان رجل في شهادته للرب أمام المرؤوس والرئيس. كانت شهادة حلوة جدا، شهادة رائعة. سهل جدا إن احنا نشهد عن المراكز البسيطة، لكن المراكز الكبيرة لا، ما اقدرش أشهد عنه. لكن يوسف عمل العكس. واحد في الصغيرة يشهد ويقول، واحد بيقول في الصغيرة هم هيعملوا لي إيه؟ يعني هيعملوا لي إيه؟ بيشهد عن الرب ويقولوا له هم هيعملوا لي إيه. في الكبيرة بيقول هيسخطوك يا قرد. في الشهادة الكبيرة هيقول لك هيسخطوك يا قرد. لكن الآخر بيقول إيه؟ في المناسب الكبيرة بيقول إيه؟ لا أحد يقدر يعمل لي أي شيء. لكن تعالوا نشوف يوسف. يوسف كان إيش يا جماعة؟ يوسف كان إيش؟ عبد حر؟ لا، مش عبد حر، كان عبد. لكن عمل إيه؟ قال إيه؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ قدام مين؟ قدام مين؟ لا، قدام مين الشخصية اللي كان قدامه؟ قدام مين؟ قدام زوجة فوتيفار. زوجة فوتيفار دي مركزها ايه؟ زوجة مين؟ زوجة فوتيفار مركزه ايه؟ رئيس الشرط، رئيس السجن. فالرئيس يعني واحد كبير جدا. كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ تعال، انت مش عارف انا مين. انت مش عارف انا مين، ومين الله اللي انت بتحكي عنه دوا؟ مين الله اللي انت بتحكي عنه؟ لا، وبنعرف بقية القصة. لكن وهو في السجن شهد عنه، قال ايه؟ لله التعبير. يا سلام، ده انت عبراني، ده انت يهودي، ده انت مش عارف ايه، ودول مصريين، ودول وثنيين، ودول بيعبدوا مش عارف مين وايه. بتحكي قدامهم ايه؟ انت مش خايف منهم؟ لا، انا مش خايف منهم، لانه انا لي علاقه ولي شركه مع الرب. انا بشهد عن الاله الحي اللي هو اللي بيعطيني فعلا قوه، الاله الحي اللي بيعطيني الاحلام، الاله الحي اللي هو اللي بيعطيني ان انا امشي في مشيئته. هذا هو الاله الحي.
لكن يوسف العبد اتأثر، العبد نفسه، العبيد نفسهم اللي كانوا شغالين مع يوسف، لما يوسف كان ماسك الحكم ساعتها، مش ماسك بعد فرعون، كان ماسك الخزينه وماسك كل شيء، فكان في عبيد عنده. لما يوسف حط الذهب والشغلات دي كلها في العلف اخوات يوسف، فايش اللي صار؟ فاخوات يوسف لما رجعوا فالعبيد حكوا عن يوسف ايه؟ قالوا ايه؟ سلام لكم. مين اللي بيقول دوا؟ العبيد هم اللي بيحكوا. ايه اللي خلاهم يحكوا هذه الكلمات؟ لانه شافوا حياة مين؟ حياة يوسف. شهدوا عنه، الصغير بيشهد عنه، العبد بيشهد عنه، المتألم بيشهد عنه، كل نفس بيشهد عنه، عن حياة يوسف. ليه؟ لأنه كان يوسف لا يخاف أبدا من أي شيء، وهو كبير كمان. بيقول إيه؟ أنه أمام الجنود وأمام فرعون، لأنه قال كلمة حلوة جدا. أمام مين؟ أمام الجنود وأمام فرعون. قال ليه؟ لأن الأمر مقرر من الله ومسرعا لعمله. هللويا. دانيال لم يجدوا فيه علة إلا من جهة شريعة مين؟ شريعة إلهه. أنا بشكر رب من أجل الجرأة هذه الأيام. بعرف إنه في ناس بتشهد عن الرب، تشهد عن الرب، لأنه من إيش هنخاف؟ من إيش هنخاف؟ خلاص قرب يجينا، قرب يجي. رابعا، رجولة في البيت كمان، في البيت. اتزوج عمره تقريبا كم سنة؟ 30 سنة تقريبا. وبنشوف انه فرعون بعد ما شاف في مجد بالنسبة لفرعون راح غير اسمه لاسم ايه؟ وثني. غير اسمه الاسم وثني، وزوجوا واحدة وثنية بتعبد ايه؟ بتعبد الآلهة بتاعته. لكن في شيء بعد ما تزوجوا كل شيء، لكن بنشوف في عدد 51 من الإصحاح اللي احنا قريناه انه سمى اولاده اسماء ايه؟ وثنيه؟ اسماء ايه؟ عبريه. هللويا. طب يا عم تسمي زي لا، انا انسان مختلف، انا مختلف، انا مش هسمي الاسماء الوثنيه، لكن انا هسمي اسماء عبريه ومفهومه. منسى أي أن الله أنساني كل شيء أو كل تعبي أو مزلتي. وإفرايم بمعنى أنه الله جعلني مثمرا، وهو اسم يوسف إيه؟ شوفوا الثلاث الأسماء. يوسف معناه يزيد، ومنسى أنه الله أنساني، وإفرايم أن الله جعلني مثمرا. وهذا فعلا كانت حياة يوسف اللي كانت على الأرض. لكن الرب بيقول لكل واحد فينا، وهو كان رجل في البيت، لا تنسى أهلك، تنساش أبوك الجسديين، تنساش أمك، تنساش إخواتك، ما تنسى أهلك أبدا. في مثل بيقول لك اللي ملوش خير في أهله مش عارف الباقي إيه شيء. بيعمل إيه؟ ملوش خير في ما يوسف عمره ما نسي لا أبوه ولا إخواته. إيه رأيكم لما إخوة يوسف جم لغاية عنده؟ لما جم هم شافوا مين؟ ويمكن ما بقى هو سنه كان ساعتها يمكن 12 سنة. يوسف ساعتها لما خرج من بيت أبوه، أو 17 سنة، ما بنعرف قديش كم سنة، تقريبا 17. لما طلع كان شاب صغير. ما بعرف هل ملامح وجهه يعني الأخ رضا أنا ما عرفتوش أصلا، اللي قابلت اللي هو أبوي الروحي أنا ما عرفتوش. عارفين ليه؟ لأنه أنا قابلته قبل ما قابله في مكان تاني، وأنا سلمت عليه ولا نفسي أروح الأردن، أنا ما عرفتوش. فكان 30 سنة وما عرفتوش، فهم ما عرفوش يوسف، لكن هو عرفهم. هو مش ناسيهم، مش ناسي أهله. ووقت كمان حضور أبيه خرج عمل إيه؟ كان ممكن يقول أنا ماليش دعوة بأهلي، هم رموني وهم اللي لكن ما عملش كده يوسف.
ما عملش كده، لكن عمل ايه؟ اول ما ابوه اجى خرج لاستقباله، راح ذهب ليستقبل مين؟ يستقبل وقت موته. وقت موت مين؟ موت ابوه يعقوب، ذهب باولاده وطلب لاولاده ايه؟ البركه. بنعرف انه كان منسى وافرايم وراحوا هناك. لما عرف ان ابوه قرب يموت فحط ايديه على وقال لي بارك اولاده، وفعلا بارك اولاده. كانت علاقته طيبه مع العيله، اذا مع اولاده بالنسبه ليوسف، مع اخواته برغم الاساءه وبرغم اللي عملوه فيه، لكن كانت علاقته حلوه جدا ورائعه، لكن ما فعلش ضدهم اي شيء يأذيهم. كانت علاقته حلوه مع ابوه، كان علاقته حلوه ايضا مع عبيده. اخيرا كان رجل في رجاء، يعني كان عنده رجاء. في اصحاح 50 بيقول عدد 24 قال يوسف لاخوته وهو بيموت: ان الله سيفتقدكم ويسعدهم. الرب هيفتقدكم. قول له رب النهارده تعالى بافتقاد علينا، تعالى بافتقاد يا رب على اهلي، على عيلتي، تعالى بافتقاد يا رب خلاصك يا رب عليهم. اذا عيلتك لغايه دلوقتي مش مخلصه صلي من اجلهم حتى الرب يفتقدهم. وهذه الصلاه اللي صلاها يوسف، ان الله سيفتقدكم، ان الله هيعوضكم عن اللي فات. ونحن نطلب في هذه الأيام، لابد نحن نطلب لأنفسنا افتقاد لحياتنا، افتقاد من النوم، افتقاد من الأمور اللي بتبعدنا عن محضر الله. قول له يا رب النهارده تعالى بافتقاد وبنهضة يا رب على حياتي، حتى يا رب ما تقودني إلى موكب النصرة في كل حين. هذا الرب اللي عايزه، افتقاد لينا احنا. الرب افتقد إخوة يوسف ليتم وعد الرب. الرب أيضا سيفتقد كل إنسان أنت بتصلي من أجله. لكن ليش الافتقاد دوا؟ عارفين ليه؟ لأن الرب حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ليعطيهم الأرض دي التي أرادها الرب ليهم. يوسف وهو في المجد حدث شيئين: ابن إفرايم، بمعنى قلنا أنه جعلني مثمرا في أرض مزلتي. في أرض المزلة لا ايه؟ ثمر. فارض المزله. في ارض العبوديه، اذا انت في ارض عبوديه هتلاقي ايه؟ هتلاقي الحريه، بس اهم حاجه ان انا اعمل ايش؟ اعيش في مشيئه الرب، احيا في مشيئه الرب. في ارض الشقاء والجوع الله عمل ايه؟ الله عمل اشبعه. الناس جعانه وهو ايش؟ هو ايش؟ شبعان بالخير اللي كان عايش فيه، وشبعان لانه في الرب عطاله حكمه كيف ان هو يقود الوقت ده اللي هو 7 سنين الجوع، كيف ان هو يقود الشعب في ال7 سنين ويشبعهم. في ارض المذله والشقاء الله رفعه، جعله الحاكم والامير. وهذا الرب اللي هيعمله معنا، او اللي عمله معنا، او اللي بيعمله دايما معانا. في عبرانيين 11:22 أوصى يوسف من جهة عظامه. يعني إيه؟ بمعنى إنه قال لهم ما تدفنينيش في العظام دي، يعني ودوها في أرض تانية. عارفين ليش؟ حد بيعرف ليش؟ لا، علشان الأرض أصلا مش هي دي المفروض اللي يدفن فيها، مش مصر. لكن الارض الرب ليه الارض، الرب دي عارف الارض اللي مين هي، اللي لما وعد ابراهيم ويعقوب واسحاق وعدهم بالارض، هي الارض دي. فقال لهم استحلفكم بالله انه تاخذوا عظامي وتدفنوها هناك. ليه؟ لانه هي الارض دي الرب اللي وعد فيها. ليش؟ لانه الرب هو لم يعد بهذه الارض، لكنها كانت ارض اخرى. امين يا شعب الرب. نيجي قدام الرب بكل أمانة. أقول لك في واجب عليكم. الواجب اقرأوا قصة يوسف، اقروها كلها، بيبتدي من إصحاح 39 أو 38، اقروا لغاية آخر الإصحاحات وشوفوا، اتعلم منها وخد نقاط. هتلاقي شيء رائع جدا الرب بيكلمك فيه وبيكلمني أنا كمان. خلينا نحن رؤوسنا للصلاة.